كان في ملك اسمه ملك بوركيس، عاش قصة حب مع بوركيسة، وهم في فترة الخطوبة كان بيقول لها: عارفة يا بنت يا بوركيسة، لما نتجوز تخلفي براكس صغيرة نقعد نزقطط كده ونلعب مع بعض. قالت له انها بتتكسف وشعرها احمر. اتجوز بوركيسة وربنا رزقه بابنه بروكس. هم اساميهم كده زي بعض، بس من الفرحة بوركيس ما لاحظش ايد بروكس. ليه؟ عشان هو ما عندوش صابع. طن طن طن. عدت 5 سنين من ولادة بروكس. الملك بوركيس كان قاعد، لقى ابنه قاعد بيعيط. بيقول له: مالك يا ابني، في ايه؟ كنت بلعب مع اصحابي قالوا لي يلا اللي ما عندكش صوابع. ايه؟ بوركيس اتعصب قوي، امر الوزير بتاعه انه يقطع صوابع كل الناس اللي في المملكه. طب يا مولاي الناس مالهم؟ انت بتعصيني؟ لا امرك يا مولاي امرك. راحوا قطعوا صوابع كل الناس. بعد 6 سنين جاء واحد من بره القريه اسمه مارك. انتوا مش مهم قوي تعرفوا اسمه، بس انا قلت له خلاص. لا الناس كلها بتتريق عليه: مارك اللي عنده صوابع، مارك اللي عنده صوابع. شفت يا بنت الولد عنده صوابع؟ هم اتعودوا على الغلط والحاجه اللي مش طبيعيه، لدرجه انه الحاجه الطبيعيه والصح بقت بيضحك عليها. الراجل من كتر الضغط قطع صوابعه عشان يبقى زيهم، والقصه المشؤومه انه اي حد كان بيخش المملكه كان بيقطعوا له صوابعه.